هي أول مرة تزور فيها روضة عبد القادر متنزها في مدينة مقديشو للترفيه عن عائلتها، مشاهد قد تكون غير مألوفة بالنسبة لكثير من الصوماليين، وأجواء ممتعة تشعرها بأن البلاد بدأت تتعافى من تبعات الحرب الأهلية. والله ووحان لما ليسن كريم. قطعت المدينة شوطا كبيرا نحو التطور والتحسن الأمني. لقد استمتعت حقا بهذا المكان، لم أكن أعتقد أننا سنجد مكانا كهذا في الصومال. يثبت هذا أننا نستطيع العمل على تجميل بلادنا. حديقة دار السلام التي أنشأها تجار صوماليون على مشارف مقديشو هي حاليا أكبر المتنزهات في العاصمة، وباتت الوجهة المفضلة للعائلات والأفراد لما توفره من إمكانات ترفيه وخدمات. ويمثل الشباب الذين ولدوا بعد الحروب الأهلية أكثر مرتاديها لمعايشة هذه المظاهر التي لم يألفوها. لم يكن في المدينة مثل هذه الوجهة السياحية سابقا، وأنا سعيد جدا لزيارتها. وجدنا فيها جميع أنواع الترفيه وأماكن مناسبة لالتقاط الصور. تغمرني فرحة كبيرة في إعادة مثل هذه المتنزهات في بلادنا. واختفت المتنزهات في البلاد في خضم الاضطرابات الأمنية، لكن الأمن النسبي في السنوات الأخيرة أدى لإقبال المواطنين على شواطئ لقضاء الإجازات الأسبوعية، كما شجع العديد من رجال الأعمال على الاستثمار في إنشاء المتنزهات. يزور هذا المتنزه أسبوعيا آلاف المواطنين، والهدف من إنشائه هو إدراكنا أهميته للناس، وأن يتوفر لهم مكان يشعرون فيه بالطمأنينة لقضاء أوقات فراغهم، وقد جهزنا فيه كل ما يناسب الجميع للتسلية والاسترخاء. الظروف الصعبة التي مرت بها الصومال جعلت الصوماليين يستشعرون أهمية المتنزهات في إزالة آثار الحرب واستعادة خدمات حرموا منها. إقبال رجال الأعمال على إنشاء المتنزهات أسهم في إحياء السياحة الداخلية في الصومال، مظاهر جعلت مقديشو تستعيد جزءا من جمالها بعد سنوات من المشاكل الأمنية. عمر محمود، الجزيرة، مقديشو.